من العلاج. كنا باقين عاقلين على شي مشاهد صعيبه، زعما شفناها في مدن بحال اسافي فاش كتجي شي شتا مجهده، وكنظن حتى واحد فينا ما باغي داك السيناريو يتعاود. هاد الامطار قبل كل شيء هي خير من عند الله، والحمد لله عليها، بلادنا كانت محتاجها بزاف، ولكن هاد الخير خاصنا نكونوا مستعدين ليه. بالضبط هذه هي النقطه المهمه، كيفاش نستافدوا من هاد النعمه ديال الشتاء وفي نفس الوقت نجنبوا القوه ديالها اللي تقدر تكون خطيره، والوعي هو اول خطوه. إذن اليوم غادي ندير واحد التحليل معمق للاضطراب الجوي القوي اللي جاي من المحيط الأطلنطي، واللي رسميا سميتو عاصفة. فرنسي المصادر ديالنا واضحة، النشرة الأندرية ديال المديرية العامة للأرصاد الجوية وتقارير أخرى كتفصل في هذه الظاهرة. والسؤال الكبير هو كيفاش نتعامل مع هذا الحدث اللي هو خطر حقيقي وفي نفس الوقت نعمة كبيرة كنتسناوها. باش نحطوا الأمور في الإطار ديالها، عاصفة فرانسيس هي منخفض جوي أطلنطي عميق بزاف، يعني هاد النوع من المنخفضات راه ظاهرة عادية في فصل الشتاء عنا، ولكن اللي ماشي عادي واللي كيخلينا نهضروا عليها بهذا الاهتمام كامل هو القوة الاستثنائية ديالها. باش نعطي فكرة، هذه هي سادس عاصفة قوية في الموسم في منطقة أوروبا وشمال إفريقيا، اللي بخد اسم رسمي غير هادو التسمية بوحدها، كتعني أننا كنتكلموا على شي حاجة ماشي عادية. أوكي، يلا نفصلوا في هادشي شوية. أول حاجة كتشد الانتباه في النشرة الأندرية هي دوك الألوان. كنلقاو خريطة المغرب وفيها مناطق بالأحمر ومناطق أخرى بالبرتقالي. هاد الألوان ماشي غير ديكور ياك، هي لغة للمواطن العادي. شنو الفرق بين أن منطقتها تكون برتقالي وأنها تكون أحمر؟ سؤال مهم بزاف، حين تفهم هاد الفرق هو كل شيء. هادو مستويات ديال اليقظة. نبداو بالمستوى الخطير، المستوى الأحمر. فاش كنشوفوا اللون الأحمر رسالة واضحة، راه كاين خطر كبير وجاي. هذا شيء ما كيعنيش غير ردوا البال، لا، كيعني خاص تكون إجراءات استعجالية وفورية باش نحميو الأرواح والممتلكات. السلطات في ديك المناطق كتكون في حالة تاهب قصوى. تحذير والبرتقالي واش هو غير نسخة خفيفة منه؟